قال لهم أنا عايز الجيش المصري يمتلك إرادته، كلمة تكتب بماء الذهب، لأنه عارف إن إرادة الشعب، إرادة الجيش المصري، إرادة الجيش المصري مش في إيده، في إيد أمريكا وفي إيد إسرائيل. عاوز يقول لهم أنا عاوزكم تبقوا رجالة ومحدش يملي عليكم كلمة، ده أنتوا خير أجناد الأرض بعقيدتكم وبخصوبة أمكم مصر، فهي مصنع الرجال. ودي مش مصيبة، بالعكس قال هي جاءت مصيبة عليه. كان ده قال لهم كلمتين، لو يعرفوا، لو يعرفوا، سيبك من الكلام اللي بيتقال ومش عارف ايه وكان اقوى عالميا وخبراء، سيبك من الكلام بص، ده هم عارف دلوقتي انت عندك جيش من التنك، يعني الدبابات بتاعته شويه، يعني شويه التنك دي بلا تدريبات صعقه بلا بتاع، دول هم التدريبات دي سيبك من الكلام الفارغ ده، اقسم بالله العلي العظيم ما عندك حاجه ابدا. والله اقول لك، اسمع، اسمع، الجيش كله خرد. عاوز اقول لك حاجه يا حبيبي، افهم حاجه حصلت زمان والنهارده. انا يا عمي انا ما بكسرش في جيشي، ده هو اللي كسر اهل امه لوحده. انا كان نفسي يبقى جيش ابن ام مصر مش من ابن ام امريكا. انا كان نفسي يبقى جيش على راسي، امسك اشوف العسكري، مجرد العسكري اللي هو ما معهوش ولا اي علاوه ولا اي شيء، اقول له يا حبيبي اقعد مكاني وانا اقف. لو كنا قاعدين في مكان انا احطه فوق راسي. لكن للاسف الشديد هقول لكم على حاجه، افهموها كويس، افهموها كويس. اصل احنا ذاكرتنا زي ذاكره السمك. اسمعوا بس، ساعه ما مصر، اهو كده، ساعه ما مصر كانت محتله احتلال بريطاني، راحوا عملوا جيش من 20,000 علشان يواجه مين؟ علشان يواجه اليهود. انتوا عارفين قبل ما تبقى فيه دولة اسمها دولة إسرائيل، اسمع يا سنج مي أب، اسمع بس، الله يهدينا ويهديك. أنا أنا ابن مصر وأنا ابن الجيش، أنا ابن الجيش المصري ده، خدمت فيه بكل شعوري وإحساس. أنا السنة الوحيدة اللي أحتسبها من عمري، السنة اللي أنا خدمت فيها جيش مصر. أقسم بالله، أقسم بالله يا أخوانا، أنا كنت بحب الجيش ده لدرجة إن أنا كنت بتنازل عن إجازتي لزمايلي، أقول له يا فندم، زمايلي دول هم اللي عاوزين إجازات إديهم، وأنا كنت بطبق. كانوا بيقولوا أنت ليه كده؟ بقول لا، أنتوا خدوا اجازتكم، انا قاعد، ده انا في الجيش. وعين باتت تحرس في سبيل، محدش يقدر الجيش الا المسلم. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. احنا كبدنا لجيشنا، بس يبقى جيشنا، بس ما يبقاش جيش اسرائيل، ما يبقاش جيش امريكا، ما يبقاش جيش قاتل ابني واخويا وعمي وخالي. حرام، حرام. لما يرفع سلاحه في وجهي يبقى خلاص انتهى، انتهى، مش جيشي. أول من يقدر الجيش هو المسلم الحق، لأنه يعرف معنى الجيش بالضبط. فاسمع يا سنج، إذا كنت عاوز، إن كنت عاوز تفهم، قبل ما يكون فيه دولة اسمها دولة إسرائيل، بريطانيا يعني احتارت كيف تهزم جيش الخلافة الإسلامية العثماني. خلي بالكم، احترت بريطانيا، هزمت بريطانيا أمام جيش الخلافة مرتين، فلم يجدوا من يعينهم على استعادة الأراضي العربية الإسلامية من تركيا التي كانت هي محضن الخلافة الإسلامية، إلا أن جردت لهم 100,000 جندي مصري، 100,000 جندي مصري، 100,000 جندي مصري.
100,000 جندي مصري هم هزموا الدولة العثمانية في غزة. ولولا الجند المصريين ما استطاعت بريطانيا. تعال بس شوي، تعال بس شوي. حياكم الله أخونا بشير. تعال بس شوية. بعد ما احتلت إسرائيل القدس، لما احتلت إسرائيل القدس أو قامت دولة إسرائيل، بريطانيا كانت تحتل مصر. قالوا احنا عاوزين نرجع القدس. قالوا خلاص. راحوا سمحوا بكام؟ سمحوا ب20,000 بس. طيب انتوا زمان خدتوا مننا 100,000 علشان تطردوا بريطانيا، عشان تطردوا اسمها ايه دي، الدولة العثمانية. طب احنا عاوزين 200,000 عشان نطرد هؤلاء الكلاب. لا، 20,000. وادوهم أسلحة ايه؟